لسانك حصانك قبل ما تطلعي الكلام لازم تكوني عارفه معناه والكلام رايح فين. اما تنطق تقول خيرا او يصمت بس، يعني تقول حاجه كويسه يا اما تسكت لو هتقول الغلط يعني. مررت ما هو نفس اللفظ برضك، ما احنا ممكن نتضايق فلازم نحاسبه، والحاجه اللي هتضرنا اكيد هتضر غيرنا. ما اللفظ بيقدم ايه؟ ضرر نفسي بقى، وممكن تفضل كلمه اتقالت من غصب عن حد حتى لو هو ما حاسبش عليها تفضل مأثره في نفسنا فتره طويله. لا تنسوا الفضل بينكم. انا ما انساش ان اي حد عمل ما بيني جميل او قال لي مثلا كلمه حلوه انا ما اجيش اردها بالوحش، لا بالعكس لازم اردها بالاحسن. يفرق ما بين اللي قام والكرام. وكما تقولي انتباه. هل دي من صفات المؤمن؟ الطعان واللعان والفحش والبذيء؟ لا. يبقى ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش. الطعان يعني ايه؟ اللي بيطعن في ايه؟ في الاخرين. انا مش فاهمه كلمه. يعني يقول كلام او مش حلو وفي وش حد تاني يقول كلام تاني يعني. تمام. واللعان اللي هو بيلعن حد تاني يعني. يعني بيشتمه بيسب والكلام ده. بيسب. جميل. لا السب. والفاحش كلام اللي هو يعني كلام سيء. مش لطيف. كلام وحش، ما ينفعش اللي هو الواحد بمعنى يطلع برضه السب اللي هو بيقول كلام برضه من وراك كده وبيشتم كده يعني. والبذيء بذيء برضه كلام ما ينفعش يطلع من اللسان. لسانك حصانك. الفلاسفة زمان اتكلموا عن اللسان، وعلي بن أبي طالب كان دايما يقول إيه؟ تحدث حتى أراك، تحدث حتى أراك. فكل إنسان لسانه بيدل عما يحمل أو عن صفاته، بيمسك لسانه. والصحابة كانوا حلال من حرام، ما يتلفظوش بأي قول سيء. فهنا حديث ليس المؤمن نفي بالطعان. وطعان لعان صيغة مبالغة في اللغة العربية تدل على كثرة فعل الشيء. طعان كثير الطعن، واللعن إن هو دايما يسب ويلعن ويقول كلام بذيء. ولا الفاحش ولا بذيء. طبعا ده محتواه ايه؟ الفحش اللي هو السيء من القول او الفعل، سواء كان قول او فعل. دايما الرسول عليه الصلاه والسلام بيحثنا على البشرى وعلى الحاجه الكويسه الجميله. الانسان لما يعود لسانه على السب لسانه بيعتاد، يشب المرء على ما نشأ عليه. اما تعودي نفسك كده منذ الصغر على الكلام الطيب الجميل بتنشأي على هذا. انت مش بس بتاخدي حسنات، ده انت بتحفظي نفسك من الهلاك. ايه اللي بيخليكي ما تقوليش كلام وحش؟ عشان الكلمه الطيبه حلوه. عشان الكلمه الطيبه حلوه؟ تحبي حد يقول لي كلام حلو ولا وحش؟ كلام حلو طبعا. يبقى انت بقى ايه لازم تقولي ايه؟ كلام حلو. عشان الناس تقول لك ايه؟ كلام حلو. واللي يقول لك كلام وحش تعملي ايه؟ مش هرد عليه. لسانك بينصح ويهدي السبيل ويغلط ويجرح اللسان في لسان حلو وفي لسان مر، مش كده؟ انت تبقى تحبي لسانك يكون ايه؟ حلو. ما ترديش الاساءه بالاساءه. امال تعملي ايه؟ اللي هو ترد عليه اصلا باسلوب يعرفه ان هو غلط ويعرفه غلطه، يرجع يفكر تاني اللي هو قال كده ليه، يعني يراجع نفسه تاني. او مثلا حد بيغلط فيكي وانت رديتي عليه برد كويس، هو ذات نفسه يتحرج من نفسه. ايوه ان هو اكيد بيغلط الاحراج هيسبب لسانك تنى المكان. يعني لو احترمت نفسك هتلاقي مكان عالي. ايوه. طب انا نحترم نفسنا ازاي بقى؟ من قول كلام حلو، ما نردش على الاساءه باساءه. نغير من نفسنا حتى لو احنا كنا في بيئه مش كويسه. حسب الاراده. اهم حاجه اسلامنا لو احنا اتبعناها هنغير من نفسنا كتير جدا. اكيد يعني مش كل حاجه غلط، ولازم نفكر بعقلنا. يعني انا اكيد الحاجه دي مش عشان حد اكبر مني او كده او انا واخداها قدوه بيعملها يبقى هي صح. طب واحنا بنتعلم فين؟ والقلوب ممكن بك البيت احنا بنتعلم التربيه. وتاني حاجه المدرسه بنيجي هنا بنتعلم منها، المدرسين بينصحوا ومنها بنتعلم. واحد اساء اليك باللفظ او باللسان الله يسامحه. هو لنفسه، هي تبقى وحشه لنفسه ولاهله. حصانك وعايز لجا. كلمة زي الرصاصة بالظبط، لو خرجت من بق الإنسان ما بترجعش تاني خالص. كمان حتى لو أنت عملت إيه بتترك أثر سيء جدا. أعرف بيت شعر بيقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل.
واعرض عن الجاهلين. هو ده اللي المفروض نمشي عليه، هي دي سياستنا اللي نتبعها. شكرا. وقبل ما تنطق تدوق الكلام